السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده. كلنا شفنا الايام اللي فاتت اللي حصل من انا هسميها القوات المسلحه اليمنيه. انا بصراحه ما بحبش حكايه التسميات دي، يعني اقول الحوثيين لا اليمنيين لا المدعومين لا مش المدعومين، هم يمنيين قاموا بعمل انا بعتبره عمل عسكري مدني. يعني ايه عسكري مدني؟ هم مسلحين عسكريين نزلوا البحر، خدوا مركب مدني، سفينة مدني، باخرة مدني، عبارة مدني، وظيفتها انها تجيب شغل من بره للكيان. هم خدوها فاضية. طيب في واحد يقول لك طب كانوا استنوا وهي راجعة، يعني دي وظيفتها تجيب سيارات للكيان، والسيارات اغلى انواع السيارات بتخش. في اللي يقول لك طب كانوا استنوه وهي راجعة هتبقى مليانة وهنا الطلب عليها هيكون اكبر واكبر. في اللي بيقول طيب هم قاموا بالعمل العسكري، طب كانوا خدوا حاجة عسكرية وهتبقى اسمها ايه؟ حرب مصغرة. حرب مصغرة دارت بين مسلحين مع مسلحين، وهننتصر فيها وهنجيب وهنقصرهم، لان انت طالع بتفاجئهم، فانت اللي عامل حسابك. هم هيتفاجئوا لان ما يعرفوش ان انت جاي لهم، وبناء عنه خدت لانش، خدت مركب، خدت ايا كان الامر العسكري اللي انت اثرته، لكن انت خدت ناس مدنيين. وقوانين اعالي البحار مفيش مسدس يكون موجود على سفينة عملاقة، مسدس مفيش. ليه؟ لان الامر ده امر مدني زي الطيران المدني بالظبط، مفيش فيه عليه اسلحة الا الله اعلم بقى من فترة مثلا 10 سنين ممكن يكون فيه فرد امن موجود داخل الطيارة، مخلوط بين الناس. حلوة كلمة مخلوط ديت، يعني مندمج بين الناس. ما حدش عارف ان هو فرد امن. لو الطيارة حاولوا اي عمل ارهابي فيها مشاجرة، الكلام ده كله بيحاول يسيطر على الموقف. فانت هنا خدت حاجة منها. كل ده على عيننا وعلى راسنا يا سادة يا محترمين، لكن اللي مش مقبول ان الزعامة تاخدك ونفرة الرجولة تاخدك، ايا كان المسمى هو عارف نفسه. اللي طلع وتحدث باسم الجيش اليمني، وبعد ما خدوا المركب اللي خدوها، السفينة اللي خدوها، ويقول انا بأمر الدول تفتح الحدود ده. انا ما بتريقش على حد، هو اتكلم بنفس الطريقة. تفتح الحدود ده، افتح المعبر، ولو ما فتحتوش سوف نضرب السعودية ونضرب الأردن ونضرب مصر. بمجرد ان انت خدت مركب مدني مش عسكري، خلاص فلتت منك وعايز تضرب 3 دول، مملكتين وجمهورية اللي هم اساس الشرق الاوسط. يعني انا مش عارف، هو ملاش حد يرد عليه لان هو مفيش حد يرد عليه، لان هو انا مش عايز اقول ان اللي موجودين كبار وهو اقل مما يجب. لا مش هنهين حد، احنا مش هنهين حد، لكن ما احنا بنرد اهو. احنا بنرد يا سيد الفاضل يا محترم. اللي انت بتتكلم عليها وعاوز تخش لهم عشان تساعدهم، ليهم بحر، ليهم حدود على البحر اللي انت كنت ماشي فيه. ادخل وريني زعامتك، خد اسطولك البحري وادخل. موجود بره، بس انا بحب انبهك، يعني موجود بره بعض الاساطيل، بعض حاملات الطائرات. ادخل انت بقى من على الحدود البحريه، انت مالك ومال انت؟ ده مجرد انك خدت مركب مدني عايز تتحكم في مصر، افتحه واقفله. ولو ما فتحتوش هنضرب السعوديه، المملكه العربيه السعوديه، هنضرب المملكه الهاشميه الاردن الشقيق، تضرب جمهوريه مصر العربيه. انت مين انت؟ مجرد ما ضربت لك حاجتين كده نزلوا بالغلط عندنا، او كنت متعمدهم، احنا بنضحك على نفسنا وتصدينا ليهم. احنا لو ردنا عليك يعني هنجيبك التراب، هننزلك تحت الارض. فيعني ده مش وقته ان احنا نزايد على بعض. انا جاي بس عشان اقول لك اللي انت خدتها دي مدني، محدش قومك. لو انت ذكر صح خد حاجة حربية، خد حاجة عسكرية. لو انت ذكر صح خد حاجة عسكرية فاوض بيها صح، نقدر نقول ده دارت بينهم معركة وانتصروا فيها واثروها. خد حاجة حربية، ما تاخدش حاجة لناس
مجرد ما يشوفوك يعملوا لك كده، سلموا نفسهم. ليه؟ لان ناس مدني، ناس مدني، المطوه البلاستيك مش موجوده معاهم، ناس مدنيين رايحين شغلهم، يجيبوا يودوا. انت اخدتهم انت عشان تتفاوض بيهم على عيننا وعلى راسنا، مش هتأذيهم اكيد، هياكلوا وهيشربوا وهيعيشوا. ده قوانين الاسر الدوليه والعالميه، وماله؟ هتتفاوض بيهم كارت مفاوضه، وماله؟ على عيننا وعلى راسنا. لكن عرق الشهامه ما ياخدكش بقى لدرجه ان انت كمان ايه، تلوش في الدول اللي حواليك اللي ممكن هي تسندك في وقت من الاوقات، تقول انا هضرب وهضرب وهضرب. ما تقدرش تعمل اي حاجه، بامر الله ما تقدرش تعمل اي حاجه. فما تخليهاش العمليه تنقلب انت ضد كذا، فما تخليهاش تنقلب بقى تبقى ضد كذا وضد كذا وضد كذا، مش هتقدر تعمل حاجه حبيبي. فيعني يا ريتك كنت خدت حاجه عسكريه، خدت حاجه مدنيه تتفاوض بيها، خلاص خليك في الحدود ديت، ما تكترش، وحافظ على الحاجه اللي عندك. لان الحاملات اللي واقفه بره ديت تقدر بحاجه ولا باتنين، وانت عندك جيبوتي جنبك فيها اكبر قواعد عسكريه، كذا دوله، مش دوله واحده ولا اتنين ولا تلاته، كذا دوله. اي حد من عندهم هيطلع في نص ساعه هيخلص، هيجيب عليها واطيها، والمركب اللي انت خدتها فاضيه والناس مش قاعدين جواها، انت طلعتهم بره، وممكن يدوا الراجل تمن المركب كلها. اتفضل يا عم احنا هنجيب عليها واطيها، احنا ما عندناش تفاوضات، وهنبعت لك قوه كوماندوس من عندنا هتحرر كل اللي انت واخدهم. يبقى بالسلامه. يبقى ما تحاولش بقى انت ايه تفتحها اكتر من اللازم. انت من مصلحتك تكسب الدول العربيه في صفك، ولغايه ما الموضوع ما يخلص تخرج منه مالكش اعداء. لكن لمجرد ان انت عملت حركه عسكريه المدنيه عاوز تكتر اعدائك، دي مش نصيحه، انا قصدي ده مش تصرف، ودي نصيحه مني ليك لو هتسمعني، او حد هيوصل لك والدنيا كلها بتسمع، انا واثق. فيعني يا رب يا مسهل مواضيعنا تخلص على خير، من غير ما نكسب عداوه بعض. صح ولا غلط؟ اشوفكم بخير، السلام عليكم.